الفرقه اللي هي عندها امكانيات فنيه عاليه جدا، والفرقه كانت بتعتمد على مجموعه من الشباب في الفترات اللي ظهرت فيها في 4 سنين الاخيره. كان منافس قوي جدا بالنسبه للدوري، وكان منافس بالنسبه للجزيره الواحده. وابو تريكه انا اعتقد ان ال6 شهور دول يعني برضه رجعته للجاهزيه العاليه ان هو يرجع يفيد النادي الاهلي في الفتره الجايه بالنسبه لبطوله دوري ابطال افريقيا. اعتقد ان هيبقى مهم جدا، وهي طبعا اضافه لابو تريكه كمان انه يكسب كاس الخليج هتتحط في السي في بتاع محمد ابو تريكه. بس طبعا هرجع لجزئيه محمد زيدان يا كابتن، لان موضوع الشر ده كان موضوع مهم جدا. وهو كابتن صالح يعني بصفته مدير كوره اتهرب منه زي ما عملنا عندنا مديرين الكوره بالظبط. موضوع الشر زيدان لما راح البرتغال وصل ما كانش فيه كابتن الفرقه، كان هو راح المانيا ورجع وبعدين راح البرتغال عشان يعمل معاه فتره الاعداد. المدرب في المباراه الوديه الاولى عمل المحاضره وادى شرط الكابتن محمد زيدان، واستمر شرط الكابتن محمد زيدان وعمل دوره الاحترافي كمدير ككابتن فرقه ممتاز جدا. وقبل اول مباراه في الدوري الاماراتي سحب منه الشرط. لا ده ما اتسحبش، ده حصل في المحاضره في المباراه هوب مره واحده كان شرط الكابتن محطوط على اللبس بتاع محمد زيدان. قال لك ان شرط الكابتن تروح لكابتن يوسف خليل. هي طبعا يعني ما لهاش تاثير كبير جدا على المشكله بتاعت زيدان. انا عارف ان هي مشكله اصابه وزيدان فعلا عمل عمليه وجاب كشف الطبي من المركز الطبي في ابو ظبي، احد المراكز الكبيره جدا اللي بتعمل عمليات الغضروف. هو كان عنده غضروف داخلي وراح المانيا على حسابه الشخصي، وده ما عجبش نادي بنياس وراح عمل الكشف كمان في ريال مدريد. كل الحاجات دي مذكوره، بس في بعض الامور او البوادر كده اللي اثرت كتير جدا على العلاقه النفسيه والاحترافيه لمحمد زيدان مع فرقه بنياس، مع انه لاعب عنده امكانيات عاليه جدا. واعتقد ان بنياس لما تعاقدوا محمد زيدان كان يعلموا ان اللاعب عنده امكانيات عاليه جدا. وزيدان على فكره بدا السيزون كويس، يعني حصل له اصابه بس في 7 مباريات جاب 4 اهداف، وانا اعتقد انه رقم ممتاز جدا للاعب 9.5 مش راس حرب زي محمد زيدان. هو دي اصابه محمد زيدان في اللقطه اللي شفناها، يمكن هي اصابه لوحدها من غير ما في اي تدخل يعني. بس ان شاء الله يرجع مره اخرى الكابتن محمد زيدان. واحنا ذكرنا طبعا انه هو عمل عمليه والحمد لله بقى كويس ويلعب، وكما ذكر الكابتن صالح انه هيلعب مره اخرى مع فريق بنياس وعقده ممتد مع فريق بنياس. هقرا اخبار سريعه كده من الفيسبوك قبل ما ننتقل الى الفاصل الاعلاني. حماد بيقول احلى مسا على احلى كباتن